خويا دا اتنشي آتوراي بعوض نهضرة بشلي مقيمة غدا زوياخا برسة ايضة يما وبيشي لأتي خامنيانا من كنشا وبريشة ايت اني يمواتي ات اينا هاوستونا سندخلا جانا بيي وقودها زوياخا بيشي مقروة غدا دوراشا ات ايلي بالتربيتا ات بنوني وهر هادخ بيشي يوي خكمة دشني قاداني يمواتي ات دويخنا جاني خمتة نشي اتادش هرة ودك تشخلة يولا من جانا ومن خيا برق الهتش من دي إلى يمي أرخن خبيوي شلام الليخن خادو تقرطا قبولو خني وخبشينا زوياخا بياشي لمقيمة بفرصات عيدات يما هاو بريخال كل خايمة قدونية وقو أطرن خبي وعراق قدام شارخ الزوياخا كالخا دقيقة شتقة روخواتات كل يماتا دسهدلون قبلاشا ينقو يقصيروتا يناني رادم سترانوثا تخامي الإيقارين وهذا كالخ الإيقارات روخواتات كل سهدات أطرن أمتن قدنتون بقدم يقرتا يولي جموشي مشتقلنتا تخيادة نشي أطورايا بعود مهضرة قابلتا بشينا أرخن خبيوة رابي فريد ياقو هدامة برلمان تقليمة كردستان ريشانة ومشتقلانة تقبي وشت آسن أمتناي وأثراية كنشن خبيوة بشينة ثنتية لمشوتوبي أمن قداها زوياخة تيبايش مقيمة باون إيشي تايد ببرصة إذا يما وبيان طين منتا من كل أخون ومن نشي بريشايد سبهما شاوينا سنداني قاتن قو دني زوياخة بيشي مقيمة سب أخنا بلخانا بيوخني لأن أختن لهضريتون لم شوتبيتون من قدن خوباطي أخني أن خوباطا خشمن ليمنتي فهوتو بسيمة رابا دقرش لوخن زامت وتيلوخن مشروكي منن أهم زمت بوت يما يعني ببرصة يعني آذت يما خشون إن كمتهم زمخ خبراني لينا مليانة خكمة مديانة باين يعني أختمري كليا كسلة وهم زمن بدية هماشا ذي خليبخ يماثن بريشايثة بني ملتي رابي دوخة من جانا من رهتوثة خدشة بياشا يعني مديانتي بيالة آين هوايات دي موهويات إتلا كلها إيمانشالة إجت بيشا يما خلطة خم قرطة اهتمام بالزودة يهاوي بوت بنوني بوت بيثة دخي هاوي بيثة تقبرة دخي هاوي بنوني جلي تمس دخي هضرا ميخلطة ورابا أنا نقيتها لأنا مديانة لبيا يعني خانا شامر لا إينا هرديد أنا بين من كل خا يما أبخدش تخمن بقانو يعني خدشة خلطة خم هوية بيجانو كمتينا السوري هل دوس بيالة تكبرتا بيالة خاميتا إنا نرى بقيت وقتا بنخكمة نش بنوني قوري يعني قوري بشني قمولي آتيتون قمولي شركيتون قمولي أوديتون بالا أنا ليم أنا أهم شي كسلي بيتا أنا لمصين شوقا بيتا شوقا بنوني أخن لخمارها دخ إينا منا جرك أبيم ما خدشة خزية بجانو وأخلا خمد جانو وديا همزمتا مدخرا خيكما أدخل مدياني قا جيخكا دخي يما هماشة تخمنت دي هويا بشولد بيتا ديو مب بشلن تمل مب أودن تمل مب أخلخ خطوصة أمر اللخن بتخماتي من يختيلا براتو كلهم بلكي تسامزود من نخن يطيلة فريدة ورابيتا رابا مشمهتا جو أمرا هالهدية شو لديها ما شئيلة ما لبتت للشانة ما لبتت هيمانوثة مشيخيتا فخيو متوتا يما ديين يخماتي بقرة منا
مرة فريدة براتي أتيقى كل ملوبت صورة ملوبت للشانة دي أوبانا ملبلي مرة دي تايمي ملبنخ تولد وقلا وراقة وقلامة تولد البدي يمشارخ بتأثواثة بشريلة ألب يعني أثرى بيث اختمرت ما يويل طوسة بابا هتخا هل قد مطيلة الأثوثة خيث مرة خيث خميرة مرة هون منشيلي لاشي ولا خمية مطيلة الخميرة تخرقت للاشة ولا لشتلة ولا خمية لاشة وزي يعني كما تخمنت ديا أبنتي وقرايو إنا كسلاشة وتخمنت ديا هاو بريخة إذا كل يماثة جو دنيا وقا يماثا بريشايد هاو بريخة الكل خنو بس مرابا أدية إتلن خا محاضرة لا بين أمر المحاضرة بين أمر نخا دوراشة مناقشة سب أنا طلب لي من قد هاويلا هاو بوقارة يعني أين محاضرة لخرطة بتاعي بوقارة كنت إتلخ بوقارة خمدي ماصي باقر مقروالة هو جاية رابيثة خاتن نوها أندريوس أين إلى مهندسة إتلا ماجستير جو تدريب الموارد البشرية هر هادخ وتلا رابا مرتلا جو دورياته وتدريب مشاريع تربوية أني تبلخي جو روضة بيوالني خاهو جاية وداهم لوقا خرطة خبل قصات خرطة كم نوخن إتلا خبو قارا ينخا خا استفسار خمندي بيت ماصي باقرة باقت خاتنها. مساء الخير، يسعدني ويشرفني بصراحة أن أكون موجودة معكم في هكذا مناسبة. كل عام وكل أم بخير يا رب. أنا اسمي نوها أندريوس، عندي بكالوريوس هندسة وعندي ماجستير في التدريب وتطوير الموارد البشرية أخذتها من أمريكا. من السنة الماضية طبعا عندي شهادات كثير في اختصاصات مختلفة، لكن من السنة الماضية كان لي الفرصة أنه أعمل مع باحثة اجتماعية تدرس الدكتوراه في مجال التربوي التعليمي للأطفال. فكان عندي فرصة أنه أدخل على برنامج معاها يتكلم عن التدريب العاطفي سموه، وتأثيره على تربية الأبناء والعلاقة ما بين الأب والأم والأطفال والأولاد بشكل عام. فمثل ما قالت أختي وليجان، أشكرها جزيل الشكر على هاي الفرصة. ما راح تكون هي محاضرة، أنا ما أحب المحاضرات شخص يحكي والكل قاعد، فراح نتشارك سوية. فحابة أسألكم بشكل عام، شنو بعض التحديات اللي أنتم تشوفوها سواء آباء أو أمهات مع أولادكم؟ سمعوني شنو بعض التحديات اللي تواجهوها أنتم مع أولادكم؟ حابة أسمع شنو بعض التحديات اللي ممكن أنتم كآباء وأمهات تواجهوها مع أولادكم؟ نعم رابطة. خاصة هسه الموبايلات إلى تأثير سلبي. تأثير التكنولوجيا. إمكانية الوالدين توفير حاجيات الأطفال. توفير احتياجات. الصيل. لكن مع الدراسات اجى موجة أخرى من البحوث تقول على أنه الجانب العاطفي الداخلي مال الطفل، أكو شغلات تصير من الداخل هي السبب في هاي السلوكيات اللي تطلع دا نشوفها في الأولاد والبنات. أوكي، طبعا أكو عالم اسمه دان سيغل. شو يقول دانيال سيغل؟ يقول أنه في بداية ولادة الطفل إلى حد 3 سنين الدماغ يمثله بالكف، اسمه نموذج الكف. شو يقول؟ يقول أنه السنوات الأولى الدماغ ما يكون مكتمل النمو،
فالدماغ هنا هذا يسموه الدماغ الجانب اللي هو الغريزي، هو هذا اللي يكون فعال. هذا الجزء من الدماغ. هذا الجزء من الدماغ هو بس أي شيء متعلق بالغريزة، مثلا جوع، عطش، ألم، تعب، نوم، راحة، هي بس هذا اللي يشتغل. أوكي. مع الوقت من يكبر إلى حد 7 سنوات وفما فوق ويصير يكبر، يبدي هذا الجزء من الدماغ يلا يتطور، اللي هو المسؤول عن الشعور وعن التفكير شوية. بعدين من يكبر أكثر يجي هذا الجزء من الدماغ اللي يكون هو المسؤول عن كل التحليل المنطقي، اتخاذ القرارات، التفكير وإلى آخره، كله يكون هذا الجزء. فلما الطفل تلقاه تعبان أو مثلا يظهر سلوك غير محبذ، أبسط مثال نريده يروح للروضة السنوات الأولى، صح؟ شايفين الطفل، هواية أطفال أمهات عندهم معاناة أن الطفل ما يريد يروح للروضة، صح ولا لا؟ وتتعصب الأم وتنقهر وإلا ما أعرف شنو. لكن إيش دا يصير عادة ويا الطفل؟ هو ما يفهم، هو ما يعرف يحلل إنه أنا خايف أروح الروضة. الجزء اللي دا يشتغل هو هذا فقط، فيصير هذا الجزء من الدماغ مالته هيجي متخربط. فلما يكون في هاي الحالة، في هاي الخربطة، ما تقولي له ما راح يسمع الموضوع، لأنه هو أصلا دماغه ما نامي بما يكفي حتى يفهم ويستوعب الكلام اللي دا يقال. أوكي. لكن هو دا يحس بفد شيء ما يعرف شنو هذا الإحساس، دا يطلع على شكل إنه يبكي، إنه يعنت، ما أريد أروح، صح؟ هيك يصير ويا الأطفال في هذا العمر. شنو مسؤولية الأم والأب في هاي المرحلة؟ دا نتعلم هاي النظرية شو تقول؟ خلونا نجي نكتبها هنا. التدريب العاطفي، نظرية التدريب العاطفي تقول إنه على الأم والأب يدعمون هاي الفقرتين من خلال إنه يشجعون الطفل إنه يستكشف، ينطوه المساحة الكافية حتى يستكشف، يجرب، يشوف، أوكي، ويتعلم. لأنه الدماغ هذا يساعد على الدماغ أنه ينمو بشكل أفضل، يصير طفل أذكى، يصير يفهم أكثر وأسرع، لأنه الناقلات العصبية تصير تنمو بالشكل كما يجب. إحنا مخلوقين بهاي الطريقة. وأيضا من نتعب نحتاج أنه نرجع نلقى الحضن، نلقى الأمان، نلقى الإحساس بأنه عندي بيت، عندي ماما تفهمني، عندي بابا يحتضنني. أوكي، مخلوقين إحنا بهاي الطريقة. فهذا الشيء إحنا نحتاجه. لكن التدريب العاطفي شو يقول؟ إنه لازم نكون واعيين لمشاعر الابن أو الابنة، الوعي بمشاعر الابن والابنة. أوكي، شون؟ يعني مثلا لما أباوع أشوف ابني أو بنتي هي ما حاكيت لي أو ما دا يحكي لي أي شيء، سواء صغيرة أو شوية من عمر أكبر، أوكي، هل أنا أقدر أقول إنه ابني حزين أو تعبان أو مضطرب أو خايف أو متعصب غاضب أو محبط أو حزين؟ إذا أحب أسألكم هسه مباشرة، كم واحدة من عندكم تقدر تقول أو تحدد شنو هي الملامح اللي تظهر على ابنها أو بنتها من تكون حزينة، أو شنو السلوكيات اللي تظهر على ابنها أو بنتها من يكونون حزينين؟ حابة أسمع. اصفرار الوجه، إنه يكون الوجه شاحب، الجسد كلها كلي ببعضي، مو أنا دا أغسل مواعين، إيش صاير وياك اليوم؟ يا أحط صفح أروح أقعد وياها أو وياه، أوكي، فأكون حاضر. النقطة الثالثة أو المرحلة أو الخطوة الثالثة اللي نحتاج نسويها وياهم في هكذا موقف، إنه أعبر، أقول سواء بلغة الجسد أو بالكلمات على حسب عمر الطفل والولد. أنا شايفة إنه أنت ملامحك اليوم كلش نازلة حبيبي، شكو. أو أنا شايفة قبل ما أبدي حتى أسأل،
أنا دا ألاحظ إنه أنت كلش تعبانة اليوم، مالك خلق اليوم أو مالك وهس اليوم، دا أشوف إنه أنت حزين، دا أشوف إنه أنت متعصب، عبري بالكلمات عن الحالة اللي أنت دا تشوفيه بيها. يعني أنت بهاي الحالة دا تبيني له للشخص الآخر اللي هو الابن أو الابنة إنه أنت متفهمة للحالة اللي هو فيها بالضبط ما يشعر به. فنعبر من خلال كلمات. مرات الأطفال اللي هم أصغر يفضل أنه ما نبدي بالكلمات، لأنه أصلاً الكلمات مو كلش make sense to them، مو كلش معقولة أو تنفهم بالنسبة لهم. فأسوي باللغة الجاز هاي التعابير إنه تعبان، عصبي، أنت عصبي، أروح أمثلها وياه. يعني هاي التعبير بلغة بشي هو يفهمه أو هي تفهمه، أعبر له إياها حتى يحس إنه أنا شايفة هو شنو الحالة اللي بيها وأحس بيه. المرحلة الرابعة يلا نجي إحنا نتكلم على تسمية المشاعر. فأقول لهم تسمية المشاعر. المرحلة الأخيرة يلا نبتدي ويا نشوف الحلول، إيجاد حلول. هاي هي عادة المشكلة إحنا ويانا كآباء وأمهات بشكل عام، دائما نقفز مباشرة إلى إيجاد الحلول، وخصوصا مع الآباء، لأن الرجل دائما يميل إلى الحل، دائما أنه يميل أنه يفعل يقوم بشيء ما. نفس الشيء الأم همنا تصير ويا هاي الحالة، حبيبي راح نعطيك بس ترجع راح نعطيك الفلان لعبة، إذا بس تروح للمدرسة أو الروضة اليوم من ترجع راح نعطيك فلان لعبة. هو ما محتاج لهاي النقطة، لأنه مرات كثيرة يعند أكثر، لأنه المشكلة هي مو مشكلة إنه بس هو ما يريد يروح حتى ياخذ اللعبة، لا، هو خايف، ده يخاف يطلع إلى هاي البيئة الجديدة الغريبة، أطفال أصدقائي ما يحبوني، ما يلعبوني وياهم. ومعظم الأحيان من تبدين على هاي المرحلة، من تكونين حاضرة أو تكون حاضر مع أولادك، راح تشوفون هم بنفسهم راح يبدون يحكوا لكم، ينفتحون لكم ويقولوا لكم مثلا أنا ما أريد أروح لأنه عندي صديق ما دا يلعبني وياه، أو أنا أخاف من المعلمة كلش قاسية. راح يبدي يحكي من هنا. من يبدي يحكي معناها صار حس أنه صار قرب بينك وبينه. أوكي، هاي العملية بحد ذاتها تقول العلماء أنه شو يسوي بالدماغ؟ ينمي الناقلات العصبية للدماغ، هذا الجزء، فيصير يحلل ويفكر بشكل منطقي أفضل. أوكي، فهذا يساعده من يكون في هاي الحالة، هاي الخطوات من نسويها تساعده أنه يرجع هيجي يكون متوازن الدماغ. فمن يكون متوازن حتى راح يكون طالب أحسن، ابن أفضل، درجاته تكون أعلى. تمام؟ فهاي هي بشكل عام الخطوات اللي نحاول قدر الإمكان أنه نسويها مع أولادنا. وفي الختام حابة أهنئ كل أم بهذا العيد، ويا ريت تنضمون إلي وننطي صفقة كبيرة لكل أم على كل تعبها وعلى كل حياتها. شكرا جزيلا. إذا يميله هلبت أكيد شو كانت إقارب تاويقة يماثا إن إديو أنا قمثا إتلي أي حالة يا ولا وشو كان أين ليلة يما إلى براتا إنا دوخته لجانا إتلا خنواتا ذوي الاحتياجات الخاصة، إتلون خكمة أسقياث مشاكل صحية وقور بشنة، يعني دوخته لجانا تخيل رخ الأم المضحية أخاتا ولويته مضحية بش من يما إتلا تري خنواته وقور بشنة، يعني خشون شنة اشتي شنة لهتها يعني قورة، وهل هدية آي بتقبراله ويما وبابا أباي منه البت آين بيا وبتيا وقبرته وباين أخ كلها بختاثة وكلها بناثة بقراوة بشت الساوة كل بت إنا بيلا تقبرها خنواته ويما وبابا.
فكلهم خيقار جورا قبل الميقرت سميرة داود قبل الشكانة باقد ميقرا فريد قد مقروت للشكانة قم يقرت سميرة دخلت خلق شكله شكانة دتري إلى خايمة أبيا أنا همون إثراء بهتخا أهولته هتخا حالات إتلا برونا ذوي احتياجات خاصة إتلا مشاكل صحية فقدة ميقرت فيونا قبل الشكانة انتقم عيا باروخين ايدت كل يما ديال طنتا مسؤولية القانو سواء اتلا سنة ام قجان ولا اختي انا براتي مالي 1992 لا مقعدة له شكيرة شمت انا هاو بالسيمة قيمان الدور شونا قدوة تكريم ورابطنا تتمنتها مني إن أختي بس بين أمر خمندين أنا قجاني خشن عليه لي كرمي ورابا رازين بيوم يعني دزوت أجد همزة من بدي ولا يمصن لأن تقريبا جاني كل عيني ليش قلتهم اتلي منصباي اتلي أيادا إن عايش قلت لما خيوتي بالسامة زودا بكل مدي خاصة أنه بر من يخلق بابو شد ألبو ترى ألبو أربسر بشيون تخمون بأهواله سودا أجي اتوا سنة اتوا معيل إن هدي أمرنا الشكيرة شمت علىها لأن عين خك إخوان زرق اللي ورابا غديتها بيتي ودائما يا أمر بركت بيتي وشكيرة شمت علىها خون وافدية اتلي خبرات خيتها برونا يعني أمرت آلام البيلة رخمة قالي دخي هاوي رابا جاي أنا لأمر النخون قد دشتون قد لي كشخن قد لي همزمن إينا رابا جاي من خستين يأتون خد أقله يطلبن بقلتها تلاقيش إنه ليلة خدشة إيوخ برناشي برناشة دائما يا بخطايا إينا أي أمرا لت يوما خشوان برشا مني للمتيتو قد خمانتي أبد بليلة لتلد مختا هل إدمخة فرقة بقي تخمن بقاني أنا إيمن دمخة السنة رابع هذا فيونا شو كانت إقارة خرايا إلى خام ميقارتا إتلا ليشما هلبت ليشما يعني لي همزما إينا مقمتلا بنونة مطيخة درغة يلبانا رابسباي بلجيتا إلى جو مدرسة رابا زيرك من قماي هويا إلى خينتا جو ماتا أي خيوتا جو ماتا بحداتها إلى يعني خيوتا زامت خي جو ماتا أنا بشنة مجتي لجورتا اتوالا خميانة ديا أباون ناشا جورا بشنيوا منيخة لديا آي تكبرا والي جورو هما شوية لرخقم بيتا من كل خانة يعني بالغ بخا وبرقية خيتا فويتا لآين بنوشو أخنني قطلخ لجانا همزومة ويتاوى من بنونا وياوى وشقالة ما رخقت مقمخ خيك ما يعني بنونة سباي آين أي اتوالا أي كثرة أي عالثنول لما صيا همزمة من لونه إنا أما أمداها مقملة براتا دي نضيفها إلى مرحلة ثانية كلية براتا دي أخيتها إلى مفقد منتج ومدرجته بطلاب من يقرتا شذا فرانسيس باقد لخا باقد رابي ألم قد يوت الشوكان إقارة
شو كان خرا يبتاويقا رابطة ميقرتا نها أندريوس مقرو لخطاتا آها وقاي محاضرة مقروا لرابطة بهيجة باقد رابطة هاكي بسيمة كل أخواتي كل المغذاء قاصخ لو كي كبدا برست ايدت ديما فقدن وبطلب من مريع لها من تيتو خبرت كل خيماتي اليوم ايذا ديا وهاي هالقامة كل الزونة سبيما إلى خيمة مضحية ودوخة جانا قم بنونا وقم كل خا برناشا وبطلابن هوا بالسم ترى بقناة عراقية سريانية لو يوما ولا يبرستي لبيا ولا يكبش هدنا يوماتت كل كبشلا ومن تيتا وخبة وإقارات لكل خيمات لكل خدكثة وبالسيمة رابة بفرصة عدد يما بروخة وان عدد كل خيمة قتيوة لقو أطرب رشايد هلبت بروخة وان عدد يمي بشك بصلة دي لنايا سبب إلويتا ناشا قربة اللي دخيم ما إنا خورتا وخينا بابي ويا ورخة من نايا ويتا قربة هما شعلن طاننتا منتا من نادية هما شا ومت أو دخقالة دي إلي خمدي باصورة هلبت وكل خيمة إلى أي خمدي بريشة قاودية إلى دايما دخل أمرخ مضحية قبنونة ديا هما شقلة من قانا ويا وقبنونة فأمران طاننتا تمنتخ كله خن وهاتي بسيمة رابا وإيدا إلي خمدي باصورة قالاخن موت أمرخ إلي باصورة وكمت قد مختهنياتا إلي باصورة إن هرب أمرخ إيدا خن هاي بريخة هاتو كل شيء تابل بخبيا وبسيمة رابا يعني إبان شغلنا فرصات دياون شكر رابا قورة كل يما وأمرنا كشت يا ربي هاتنصاخ تبيوخن تعيالوخن إيتن لبت تضايقني قبيا تلديخن لدبيا كامل فبسيم رابا التعب ديخن الكل كتشخوخن تيهودني من عيالوخن وإن شاء الله بخيل تعالى مرخ مريا خيد كل يما تا كل عائلة تخازي وثمر التعب ديان فبسيم رابا هاوي بريخة إذا ديما كل يما تدقو كل تاول وبريشايت يما تدقو أثرا خبيوا عراق بدوزوثا اخنا شتايد خوباطة يمقي مخلة برست إذا ديما وهلبت كل شيء تبخى بصلي هابي الشيء بيلن مقروخ خا هوجايا خا محاضرة مقروالة رابطة نها بوت تربيثة دخي مقمخ اليال السوري ودختو يا بلاطة ديي اجتينا بياشا عليمة وليماثة سبرابة غزايخ واي لخا زامتوثة رابا اسقوثة غزايخ بالتخمنيات يما هدية وبالتخمنيات بنونة دي لنايث قدوة الزونة اتخاية هدية وقدية مطورانوثة التكنولوجيا والسوشيال ميديا رابا واي لتفاوض بالتخمنيات يماثة وبالتخمنيات بنونة عليمة ريشايد قو شنت شوصر وثمان السر فبيلا مقروخ آمندي وهاي بسم ترابا يعني رابطة نوها إيوا هو قايدية موترانا وهاي بسيمة رابا كنشة هماشة هاوي هضيرة من ننقو هتخا خوباطة إني نشوت آسديا إني لا نش مسندانقة خويا هماشة هاوي بسيمة رابا دهضرون وشو تبلون من ننقو داها زوياخا